يعمل عمرو السولية فاول مع أحمد سيد زيزو في نص الملعب وياخد عليها إنذار. والكرة اللي أثارت جدل كبير جدا بين أشرف بن شرقي وأيمن أشرف، واللي كانت بتطالب فيها لعيبة وجماهير نادي الزمالك بركلة جزاء، ولكن الحكم الجزائري مصطفى غربال لم يحتسبها. وفي الدقيقة 79 تسديدة صاروخية من محمد مجدي قفشة لكن تمر بجوار القائم لمحمد أبو جبل، وعرضية من محمد هاني ولكن سهلة في إيد محمد أبو جبل، لحد ما تيجي أبرز لقطة في المباراة وبعد تشتيتة من محمود علاء ويجري عليها قفشه ويقطعها ويسدد ويسجل هدف قاتل للنادي الاهلي في مرمى نادي الزمالك. وعرضية من أحمد سيد زيزو رأسية ولكن تمر بجوار القائم عشان ورسميا مصطفى غربال يعلنها الأهلي بطل لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.